بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحبا بكم عندي في المنزل ديالي، ومرحبا بالموقع الرسمي ديال رجاء في البال .com. فمرحبا بكم، وان شاء الله نكونوا على حسن الظن ونجاوبوا على الاسئله ديال الجمهوريه الرجاوي كامل ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا على حسن الظن ديالو. التكنولوج ديال عبد المجيد ديال كرة القدم فهو ما كيختلفش على كسائر اللاعبين. طبعا بدينا مزاولة كرة القدم معنا في الأحياء ديالنا، بعد المدرسة، بعد النادي، ومن بعد معنا شقينا الطريق وأصبحت معنا مهنة ديال كرة القدم، وابتعد شيئا ما في مفترق الطرق، ابتعدت عن الدراسة وامتهنت كرة القدم. الجزء ديالي الفريق رجاء البيضاوي طبعا بالكامل بعد المسيرة الكروية ديالي، بعد ما جيت من الكويت، من العربي، من بعد واحد المسيرة اللي هي ناجحة، التحقت بالنادي المكناسي. بصمت عليه واحد الموسم اللي هو جد إيجابي مع النادي المكناسي. تمت المنادات عليا من طرف الإخوة المسؤولين، رئيس نادي ديال فريق رجاء البيضاوي السي محمد بوطريقة اللي كانوا وجه ليه التحية بهذا المنبر، وتم الاتفاق وتم التعاقد معنا بشكل عادي مع فريق رجاء البيضاوي. معنا الأخبار الأخيرة اللي كتداولها الصحف، اللي كتداولها بعض المواقع الرسمية ديال طلب عبد المجيد الجيلاني بالمغادرة من فريق رجاء البيضاوي. كنظن معنا البقاء ديال عبد المجيد الجيلاني فريق رجاء البيضاوي. كنظن فهو الحمد لله انا عندي واحد العقد اللي المده ديالو سنتين كنحترمو مع فريق رجاء البيضاوي. كنظن الاشياء هذه كتبقى في بعض الاحيان كتبقى امور داخليه. معنا الكل كيعرف علاش طلبت بان نغادر فريق رجاء البيضاوي. بالعكس، فريق رجاء البيضاوي اي لاعب يتمنى يحمل القميص ديالو، اي لاعب يتمنى يلعب امام الجمهور. الحمد لله عندي واحد العلاقه كبيره جدا مع الجماهير الرجاويه معنا بصفه عامه، والحب ديالي الفريق ديال الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم. فاللهم لك الحمد، داكشي تيبان في لوروندمون، والحمد لله معنا اديت باخلاص واديت بامانه لهذا الجمهور هذا ولهذا الفريق هذا اللي كنتمنى بان الكل الحمد لله يكون راضي على المستوى ديال عبد المجيد الجيلاني خلال هذا الموسم هذا. وهذه امور معنا جاري بها العمل في كرة القدم. لاعب يمشي ولا لاعب يبقى ولا لاعب يجي ولا مدرب ولا مسؤول، هذه امور عاديه. كنظن بعد العطله ان شاء الله هذيك الساعه غادا توضح العديد من الاشياء، لان عبد المجيد الجيلاني جاي للفريق الرجاء البيضاوي باش يعطي وباش يلعب وباش يسعد الجماهير. اللهم لك الحمد، وفقنا الله سبحانه وتعالى معنا عطانا واحد القوه، عطانا واحد التوفيق باش فرحنا شيئا مع الجمهور الرجاوي، ولو انه يستاهل اكثر من هادشي. بالنسبه معنا الوجود ديال بعض العروض من عدمها، كنظن هذه كرة القدم. معنا هذا معنا هذه سنة ديال لعب كرة القدم كل مرة في نادي، لكن إذا جات العروض وكانت رسمية وكانت جدية في المستوى ديال نادي الرجاء البيضاوي والمستوى ديال عبد المجيد الجيلاني فمرحبا بها. اللي كنتمناو هي بأن الجمهور الرجاوي يبقى دائما معنا راضي علينا، سواء بقينا في فريق الرجاء البيضاوي. إلا بقينا في فريق الرجاء البيضاوي حنا غنأديو بضمير، وغنحاول ما أمكن بأنني نساعد الجماهير هذه ونبني البلاء الحسن. كان العكس، كان غادرت الرجاء البيضاوي لأي نادي ثاني معنا خارج المغرب، فكنتمنى منهم بأنهم يدعيو معايا وبأنهم يساندوني معنويا. بالنسبه للمسيره ديال عبد المجيد الجيلاني، فاللهم لك الحمد، معنا مريت بواحد الانديه عربيه اللي هي كبيره الحمد لله، عندها قاعده جماهيريه اللي هي كبيره الحمد لله، فزت معاهم بالالقاب. معنا الحمد لله القاسم المشترك اللي كيجمعني بهاد الانديه اللي لعبت فيها، بانني كل نادي الحمد لله مشيت فزت معاه تقريبا بلقب، سواء جماعي او في بعض الاحيان بعض الانديه فزت مع القاب فرديه كلقب الهداف واحسن لاعب اجنبي.
لكن الحمد لله معنا فريق رجاء البيضاوي خلال هذا الموسم كنظن معنا فريق رجاء البيضاوي كنظن مغاير العديد والعديد من الأندية بحكم القاعدة الجماهيرية وبحكم العشق اللامشروط اللامحدود بالنسبة للجماهير الرجاوية اللي كتتبع الفريق ديالها وكتتبع اللاعبين ديالها بواحد الشيء غير طبيعي. كان الفريق رجاء البيضاوي معنا فريق عالمي، فريق كبير. كان الحمد لله داكشي اللي كنت كنبغي الحمد لله لقيته فريق رجاء البيضاوي، فريق ألقاب، فريق عالمي، فريق اللي يتمنى اي واحد يلعب فيه. الفرق اللي كاين هو فريق رجاء البيضاوي معنا لحد الان في المسيره ديالي كتعتبر احسن فريق اللي لعبت فيه. بالنسبه معنا كثير القيل والقال على عدم الصعود ديالنا او الصعود للبوديوم. كنظن الاشياء هذه كنظن انني معنا هي حاجه مزيانه في حياه ديال لاعب كره القدم بانه يطلع للبوديوم، لكن ما خصش هذا البوديوم هذا يحيد لنا الكرامه ديال فريق الرجاء البيضاوي والشخصيه ديال فريق الرجاء البيضاوي وجميع المكونات ديال فريق الرجاء البيضاوي. كنظن ما طلعناش لان ما تعاملناش معنا معامله للاسف الشديد كباقي الانديه اللي سبقاتنا فازت باللقب، خصوصا الموسم اللي مضى. شفنا كيفاش كانت الاحتفالات بالبطل، معنا شيء كان مغاير. احنا رفضنا باش نطلعوا احتجاجا على هذه المعامله اللي كنعتبرها انا ماهيش احترافيه، والشيء اللي خلانا معنا ما عطيناش واحد الاهميه كثيره. والحمد لله باننا هما اللقبين هما اللي حيدوا لنا ديك المراره ديال باش خلاتنا ما نفكروش كثير في البوديوم اكثر ما نفكروا في اشياء اللي هي اهم. لكن نرجع ونقول بان كنتمنى من الاخوان ديالنا اللي كيعتبروا هما اخوان وكيساهموا في انجاح ديال هذه البطوله هذه في السنه المقبله ان شاء الله ولا في السنوات المقبله يحاولوا يعاملوا اي بطل سواء من الشمال ولا من الجنوب ولا من الشرق ولا من الغرب. البطل نصفقوا عليه جميعا، نصفقوا عليه بحراره، يستاهل. احنا الحمد لله معنا تعبنا في خلال هذا الموسم هذا، استحقينا اللقبين. كنا كنتمناو باننا نتكرموا تكريم اللي هو لائق يليق بجمهور فريق الرجاء البيضاوي ويليق باللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي ومسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي، لكن ما تاتاش هادشي. كنتمناو ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله تكون تحسينات، لان هناك حتى بعض البلدان الاوروبيه وبعض البلدان الخليجيه والعربيه اللي كتشوف معنا البوديوم ديال الدوري المغربي كيفاش كيكون. وحنا باغيين، حنا قادمين على واحد المستوى احترافي، باغيين نسوقوا الكره ديالنا البلدان الاجنبيه ونسوقوا اللاعبين والمدربين والمؤطرين. فيلزمنا نعطيو واحد الصوره لائقه باش حتى الناس ياخذوا واحد الفكره اللي هي جيده سواء على الكره المغربيه كامله ولا على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خاصه. بالنسبه كانت طرائف كثيره جدا خلال هذا الموسم هذا. كنظن الطرفه الكبيره معنا الطرفه الكبيره اللي بقينا دائما كنضحكوا بها مع المدرب ولا مع الستاف. كنظن المباراه ديال امام وداد فاس هنا في مركب رياضي محمد الخامس. كنظن وداد فاس كان مسيطر شيئا مع المباراه، والمدرب السيد محمد فاخر انا كينادي على اسم ديال مابيدي في وسط الملعب وتينادي عليه مابيدي. هو مابيدي موجود في فونتوش، موجود في البونتوش. فكنا ملي بعد ما انتهت المباراه وكانت مباراه صعبه وكنت سجلت فيها انا هدف ديال الخلاص ديال 2-1. فملي قلناها للمدرب سي محمد فاخر فحتى هو تفاجأ ما قال نسيت ومعنا الاعصاب والضغط، مع الانسان كيكون متشنج. فهذه كتبقى تقريبا طرفه. وكانت صارت حتى مره في قنيطره على ياجور قاعد في بنك البدلاء وكينادي على ياجور. فهذه اشياء كتوقع ومعنا
كناخذوا احنا الحمد لله معنا بضحك وبلعب. الجيلاني لاعب فريق الرجاء البيضاوي واللاعب المتواضع والخادم ديال فريق ديال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء الرياضي نادي عالمي ونادي كبير وتشرف اي لاعب بانه يحمل القميص ديالو. المنتخب الوطني امر الاحتراف في اوروبا حلم كان راودني، وكانت هناك انديه ترغب في انتداب عبد المجيد الجيلاني الوقت اللي كنت نلعب في الديار التونسيه، لكن كانت وقعت بعض العراقيل اللي كانت هناك رؤساء انديه اللي كانوا كيتمسكوا كثير وكانوا كيطلبوا مبالغ خياليه. الوالدين الاب ديالي الله يرحمه كنت كنتمنى بانه يشاركني هذه الفرحه هذه ديال الفوز ديالي باللقب، والحمد لله معنا كما تيقولوا لي ولد ما ماتش. الام ديالي معنا اعز حاجه عندي في الدنيا اللي هي اللي مسانده انا الحمد لله معنويا، والله يخلي لنا والله يعطيها الصحه. جمهور الرجاء الرياضي بدون تعليق جمهور فوق العاده. مونديال نتمنى ان شاء الله بان فريق الرجاء البيضاوي يشارك، لا للمشاركه فقط ولكن للعب ادوار طلائعيه في هذا الكاس وفي هذا لاكوب هذا، وان شاء الله الرجاء البيضاوي يبصم على العالمي من جديد ان شاء الله، ولما لا يتالق ويمشي بعيد في الكاس. بالنسبه لواحد المعلومه، معنا العديد معنا من الجماهير خصوصا البيضاويه، كاين اللي تتعرف كاين اللي ما تعرفش بان عبد المجيد الجيلاني فهو لعب معنا في الصغار ديال فريق الرجاء البيضاوي، وبعد انتقل لفريق الوداد البيضاوي. معنا هذا شيء جانبي العمل خصوصا في الفئات السنيه الصغيره، لكن الحمد لله معنا الانديه بجوجهم كبار والانديه بجوجهم كنحترمهم، عندي علاقه كبيره الحمد لله مع الجماهير الرجويه الكبيره قبل كاع من نجي لفريق الرجاء البيضاوي، وملي جيت الحمد لله توطدت العلاقه، وعندي علاقه حتى مع الجماهير الوداديه، وما عندي حتى شيء ادنى اشكال. انا لاعب معنا كما قلتي محترف، وكنلقى الاحترام معنا من جوج النوادي. الله سبحانه وتعالى بان الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي بانها تفرح في المونديال، وبانها تبقى مسانده الفريق ديالها في السراء والضراء كما عودتنا. كنظن اي كلمه شكر او تقدير او تحيات او تحيه ما غاديش تكفيني باش نقولها في الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي، اللي بصراحه جمهور كبير وكبير جدا، اللي اي لاعب تيحلم وكيتمنى بانه يلعب امام الجمهور هذا.